السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من حلقاتنا. طبعا لو أنت قاعد على حرف نهر النيل وعطشان، آخر حاجة أنت ممكن تفكر إنك تعملها إنك تمد إيدك في المية وتشرب، ده على الرغم إن أنت هتموت من العطش. الله، ده مش هتشرب ليه؟ مع إن المية اللي أنت بتشربها دي هي اللي بتجيلك عن طريق الحنفية أو متفلترة على الأقل، ولكن هنا في نقطة. دكتور من جامعة بين ستيت في الولايات المتحدة الأمريكية قال يا جماعة الجماعة المصريين القدماء كانوا بيشربوا المية دي، ولكن قدروا يفلتروا المية دي بطريقة عبقرية لأبعد الحدود. طبعا أنت المفروض هنا سألت نفسك سؤال، هم المصريين إزاي كانوا بيشربوا المية دي على الرغم إن هي كانت بيبان إن هي قوي متعكرة؟ يعني أنت لو فكرت كده مثلا تروح ناحية نهر النيل وتملى منه إزازة مية وبص على الإزازة كده بعد ما مليتها هتلاقي كمية عكارة رهيبة جدا. هم بقى كانوا بيفلتروا المية إزاي؟ طبعا لأن المية دي مليانة عقارة وبكتيريا وجراثيم كتير جدا، بالاضافه ان ده ممكن تكون طريقه اصلا لنقل الامراض. قال لك من خلال دراسه التاريخ المصري القديم وبالتحديد النقوش والبرديات قدروا يعرفوا ان المصريين القدماء كان عندهم بذور نبات اسمه نبات المورينجا. النبات ده بالتحديد كان بيطلع في الصعيد. يقوم هم يعملوا ايه بقى؟ يجيبوا البذور دي ويدعكوا بيها الاواني الفخاريه اللي هم يحطوا فيها الميه، وبعد ما يدعكوا القعر بتاع الاواني بالتحديد من تحت يسيبوا فيها بقايا البذور ويضيفوا عليها كمان شويه رمل بسيط. تخيل بقى انه بعد 5000 سنه العلماء بيكتشفوا ان نبات المورينجا ده فيه نسبه كبيره جدا من الشحنه الموجبه، والشحنه دي معروفه باسم اختصارا MOCP. الشحنه هنا بقى بتيجي وظيفتها في فلتره الميه، بس هتفلترها ازاي؟ الشحنه دي شغلتها انها تتجمع حوالين البكتيريا وتلتزق فيها، وبمعنى صح تشدها للاناء من تحت وتفضل مخليها في القعر. طبعا انت هتقول لي الله، طب ما هي البكتيريا هتنزل في القعر، بس مع اي حركه للاناء البكتيريا هتطلع تاني لفوق. اقول لك هنا بقى يجي دور الرمله. هنا لان الشحنه الموجبه اللي موجوده في البروتين بتدفس قلب البكتيريا في الرمله، وتفضل الشحنه دي موجوده ومتخزنه مع البكتيريا في قلب الرمله لحد ما تيجي عمليه ملو الثانيه ويتم عمليه غسل الاناء والتخلص من البكتيريا اللي فيه. المعجزه بقى الاكبر من الكلام ده كله ان البروتين ده بيطلع في النبات ده بالتحديد في وقت معين في فصل الشتاء. وخد بالك البروتين بيطلع في قلب النبات وفي وقت معين لو ما لحقتش انك تاخده بيدوب او بيختفي. هم بقى قدروا يحددوا البروتين ده اسمه ايه وموجود في انهي نبات وبيطلع فين بالظبط وايه الوقت بالتحديد المناسب لاخدانه، لان في الوقت ده بالتحديد لو ما خدناهوش البروتين هيختفي. العلماء قالوا هنا ان دي كيمياء على الاقل خالص محتاجه تلسكوب، مش محتاجه ناس عاشت على كوكب الارض من 5000 او من 7000 سنه. الحقيقه يا جماعه ان الفراعنه المصريين بالتحديد ابهرونا وبيبهرونا ولسه هيبهرونا تاني في المستقبل عن طريق كميه الاكتشافات الفظيعه اللي بنكتشفها عنهم. في النهاية أتمنى الحلقة على الأقل تكون عجبتكم، ولو أنت على اليوتيوب ما تنساش تشترك في القناة.